مفقس ومزرعة إنتاج تربية وإنتاج البيض المخصب. الحمد لله بدأنا فيها، وهلا عم نجهز مشان استقبال الصيصان إن شاء الله الفترة القريبة. الهدف منها هي عبارة عن تربية الأمهات سلالة روز 308، وهي السلالة المشهورة والمفضلة في مناطقنا للتربية. الهدف منها بالدرجة الأولى إنتاج بيض مخصب، ونقله بعدين المرحلة الثانية إلى المفقس. اثنين، تحقيق الاكتفاء الذاتي. يعتبر مشروع تربية الأمهات ومفقس هن مشروع متكامل واحد، هو يعتبر القلب النابض لصناعة الدواجن والنواة الأولى في بداية سلسلة صناعة الدواجن. حاليا نحن الهدف كمان منا أنه تأمين صيصان ذات جودة عالية وسعر منافس للمربي في مناطقنا. حاليا الصعوبات اللي عم تواجهنا هي إثبات وجودنا في السوق المحلية. أستاذي الكريم، تعرف نحن داخلين على سوق قوي، سوق يعتبر من أقوى الأسواق في الصناعة المحلية. يعني تربية الدواجن تعتبر من ثاني قطاع اقتصادي هام في المنطقة بعد القطاع الزراعي. فحاليا نحن الصعوبات الوحيدة اللي عم نواجهها هي أنه إثبات وجودنا لا أكثر ولا أقل، ونحاول إن شاء الله ندخل على السوق بزخم أكبر وبقوة أكبر، وإن شاء الله نثبت وجودنا الفترة الجاية، وإن شاء الله نساهم في تحقيق الأمن الغذائي. مشروعنا هو عبارة عن سلسلة متكاملة بدأت في تربية الأمهات ومفقس الرقة. الخطوة اللي بعدها وقمنا فيها كفترة الماضية هي تربية الصيصان الناتجة من المفقس، وبعدين راح تكمل معنا إلى مذبح، وإن شاء الله الفترة القريبة راح نبلش ببناء وتجهيز المذبح، وبعدين صالات توزيع، نحقق سلسلة غذائية متكاملة بموضوع الدواجن. الهدف الأساسي مثل ما تفضلنا بالدرجة الأولى هو تحقيق الاكتفاء الذاتي والوصول بالمنتج بأفضل منتج بأفضل أسعار إلى المستهلك مباشرة.